الفيديو ده للرجاله اللي زعلانه وشتموني كتير على الفيديو اللي كان كام ثانيه اللي اتكلمت فيه على ان الستات المفروض ما تتجوزش رجاله اكبر منها ب10 و15 و20 سنه عشان بيحصل مشاكل كتير، وان الزوج بيطلع عقده وخوفه من ان هي اصغر منه في ان هو يحط من شأنها، وان الجواز من شخص اكبر منك بكتير بيعمل مشاكل. الفيديو ده عمل تربنه في دماغ بعض الرجاله وكلهم داخلين يقولوا لي غلط الكلام ده غلط، ما بيحصلش، مفيش الكلام ده، انت كده بتخربي البيوت، انت بتقولي كلام غلط. وانا النقيض الستات دخلوا لي ايوه حصل، صح. فانا هعتبر ان الرجاله اللي عملت كومنت على الفيديو بشكل مسيء هما نوعين من الرجاله. يا اما انت والله بتعمل مع مراتك كده فعلا، انت متجوز واحده اصغر منك بكتير، تعمل معاها اللي انا ذكرته في الفيديو فالبطحه وجعتك فبتفش رجلك في هنا، او نفترض ان انت راجل محترم جدا وبتعامل مراتك كويس ومش متخيل ان في حد ممكن يكون بيعمل كده فبترفض مبدأ الفكر، تمام؟ ولكن ده لا يمنع اني بالاخير ما زلت عند رأيي. وإن كان الفيديو التاني اللي ما عجبكوش اللي كان مدته كام ثانية وأنا بشرح في الموضوع ده مش عاجبك، خد ده وهو مدته مثلا 3 دقايق وما يعجبكش برضه مش مهم، بس هي دي الحقيقة. الراجل اللي بيتجوز واحدة أصغر منه بكتير بيخاف، وخوفه بيخليه غيور ومتحكم ومتسلط. كونك أنت ما بتعملش كده، لو في منكم ما بيعملش كده دي أنت حالة استثنائية، كان إحنا بنتكلم على الأغلبية. دي مشاكل بنشوفها زي صباح الخير، ما هياش تقليعة ولا حاجة جديدة، ما هياش قصة أول مرة تسمعوها إني والله الواحد لما يتجوز واحدة أصغر منه كتير في السن بيضغط عليها ويحجمها ويضايقها ويتحكم في كل حاجة، وفي لبسها وفي دخولها وفي خروجها وفي أكلها وشربها، في كلامها على التليفون، كلامها مع مامتها. ده أنا بسمع في قصص بعض الرجالة بيحاولوا يقنعوا مراتاتهم إنهم ستات مش حلوة، وإن كان حظهم حلو إن هم اتجوزوهم، وإن هم مفهومش أي أنوثة ولا أي جمال. ممكن تكون الست عكس كده تماما، ست جميلة وكلها أنوثة وكلها حيوية، ست لطيفة، ولكن جوزها مديها احساس تاني تماما. انتوا بتجننوهم، انتوا بتخلوا الستات يقعدوا يفكروا كده هو احنا حلوين ولا وحشين. وطبعا انا متفهمه ان لما يكون في كومنتات كتير بهذا الشكل خصوصا من الرجاله، معنى كده ان دي بالعكس دي ما شاء الله حاجه رايجه وسايده، ان الجوازات دي كتير، وهي كتيره فعلا. انت تتجوز واحده اصغر منك بكتير ده طلب اغلب الرجاله، ده هو عاوز يروح ويكون نفسه ويعمل اللي ما بده فيه ويشتغل بره ويعمل ويجيب فلوس، وعايز يشتري بفلوسه الست بمقاييس ست كان ياخدها وهو في شبابه. هو اختار في شبابه بدل ما يبدأ مع واحدة من الصفر انه يكون نفسه ويرجع يختار، فلما بيجي يختار دلوقتي فاكر ان الفلوس دي تؤهله انه يشتري البضاعة اللي هو عايزها. هي كده مقاييس سوق الجواز في مصر تقريبا بقت كده. فانت اللي دافع فيها قد كده دي فلوس وشبكة وشقة وعملت وسويت عشان تنول الرضا، عشان اهلها يتغاضوا وهي تتغاضى عن فرق السن اللي ما بينكم، انت بتطلعوا عليها بعد الجواز. ما هو ده اللي بيحصل اثناء الاتفاق. هو عارف عيبه ايه، رايح يتجوز وعنده حاجة 40 سنة وفي اخر الثلاثينات مثلا، وبيدور على بنت في اوائل العشرينات، فرق ما بينهم 15 ل 20 سنة. انت عارف العيب فبتقل الكفة اللي قصادها دهب وفلوس، فتعمل اللي هي عايزاه وكل الاهل عايزينه، وبعد كده تطفحوا لها بعد الجواز. نادرا ما بشوف ست متجوزه راجل اكبر منها بكتير وسعيده. انا مش قادره افتكر حاله واحده حتى. سيبكم بقى من ايام زمان، ايام زمان ده وضع تاني، احنا في عصر مختلف، العين بتشوف كتير. اللي كان يمشي زمان ما يمشيش دلوقتي، اللي كان يعدي زمان ما يعديش دلوقتي. انتوا لسه عايشين وعايزين تعيشوا بمبدأ ابوك وجدك اللي راح وكون نفسه وعمل وسوى بقى عمره حاجه 40 سنه وراح يتجوز بنت عندها 20 سنه. في العصر ده مبقاش ينفع. وحتى لو عملت كده وبعدين انت كده تبقى سعيد؟ ما قلنا قبل كده، قلنا 1000 مره، الفرق في السن ده بيبقى فيه فرق في حاجات كبيره قوي، فرق في اهتمامات، طريقه واسلوب حياه، رتم حياه. انت ذات نفسك مضرور، انت كراجل مضرور وانت مش واخد بالك. ما هو معلش الخوف اللي عندك والغيره والحذر دول اللي انت بتحطهم على الست، ما ده معناه ان انت من جواك متضايق مش مرتاح. طب وليه من الاول بدل ما تتجوز واحده اصغر منك ب 15 20 سنه اتجوز واحده سنها قرب من سنك؟ وهي برضه هتخلف، ما تتحججش، انت بس بتحس ان انت معاك فلوس فاخد افضل حاجه موجوده في السوق مش اكتر. وليه في دلوقتي بنات كتير عندهم 40 و50 سنه وقاعدين ما اتجوزوش؟ لان الولاد اللي كانوا في عمرهم سافروا وراحوا اشتغلوا، لما رجعوا خدوهمش، خدوا بنات صغيره. وما بتكملش الجوازات دي، والله ما بتكملش، ولا لو فيها عيل ولا 2 ولا 3، مش ان انت تربطها بعيال ده اللي هيخليها تكمل، ما بتكملش. ولو كملت بتبقى كلها منغصات ومشاكل وقرف. فمعلش يعني قبل ما تشتم، اذا الفيديو مضايقك قوي كده وحاسس ان في مشكله بالنسبه لك، يبقى المشكله دي عندك انت مش عندي انا، مش في رايي، دي في مشكله في عندك انت وفي بيتك، روح حلها الاول. في النهايه كانت معكم فيبي انور السيناريستايه، يومكم سعيد برضه.